والله استلم شهادته وشهادة وفاته سوا بنفس اليوم. يوم الجمعة، يوم الخميس استلم شهادته، يوم الجمعة وقع الطلقة على يتدرب يلعب طابة، هو طفل وعلى ورا 8 سنوات الله جل ابوه، وعمره استوى صار 10 سنوات، وانتقل الى رحمة الله من الرمي العشوائي. شو صار بالحادثة؟ رمي عشوائي، وصار طلع من التدريب مال الطوبة، يتدرب على الطوبة، نزلت طلقة باردة ضربته براسه كتلته. عمره هو 10 سنوات. طالباتكم مناشدات؟ والله مناشداتنا بس نريد نخلص من هاي الطلقات، الرمي العشوائي. طبعا موسى ليس الأول ولا الأخير في قائمة شهداء الرمي العشوائي. موسى هذا طفل عمره 10 سنوات، استشهد على أثر طلق ناري بعد يوم واحد من حصوله على شهادته بامتياز عالي، لكن شاء القدر أن يكون صريع الرمي العشوائي. طبعا نحن كإعلاميين وصحفيين نحمل وزارة الداخلية كافة التبعات القانونية لهيك حالات، لأن لحد الآن لم تستطيع وزارة الداخلية إيقاف هذا الهدر الكبير في أرواح الأبرياء من خلال الرمي العشوائي في المناسبات الأفراح والأحزان، لكن تجد المنفلتين يرمون العيارات النارية في السماء لتسقط على الناس، ليرتد هؤلاء الأطفال صرعى بسبب هذه الإطلاقات النارية. طبعا وزارة الداخلية لديها كل العدة والعدد أن تقضي على هذه الحالة. نتمنى من وزير الداخلية والأجهزة الأمنية القضاء على الحالة بأسرع وقت حفاظا على دماء الأبرياء.